وسط زحمة شارع قصر النيل عربيات بتعدي، ناس مستعجلة، محلات فاتحة، وفي النص عمارة واقفة في هدوء غريب. عمارة لو ركزت فيها شوية هتحس إنها مش من الزمن ده. دي مش مجرد عمارة قديمة، دي شاهد حي على عصر كانت فيه القاهرة بتحلم إنها تبقى باريس الشرق. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أجمل وأفخم عمارات وسط البلد، عمارة سورناجة. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نبدأ الحكاية. علشان نفهم عمارة سورناجة لازم نرجع لورا شوية لبدايات القرن العشرين. الوقت ده كانت القاهرة في عصرها الذهبي، عصر الخديوي إسماعيل، ومن بعده لما الدولة قررت تحول القاهرة لمدينة حديثة على الطراز الأوروبي. شوارع مستقيمة، عمارات شاهقة، بلكونات مزخرفة، ومهندسين من إيطاليا ومهندسين من فرنسا والنمسا بيصمموا قلب المدينة. ومن هنا ولدت منطقة وسط البلد كواحدة من أرقى مناطق الشرق الأوسط. وسط الجو ده وصل مصر رجل أعمال إيطالي اسمه صومائيل سورناجا. سورناجا ما جاش مصر سايح ولا مغامر، ده جه بعقلية صنايعي ذكي. سنة 1905 أسس سورناجا مصنع للطوب الأحمر الحراري والخزف والفخار والإشاني في مركز الصف جنوب حلوان، في وقت كانت فيه مواد البناء عنصر أساسي في نهضة البلد. نجاحه الصناعي خلاه مش بس رجل أعمال لكن صاحب رؤية معمارية. سورناجا قرر يبني عمارة مش علشان السكن وبس، لأ، علشان تكون انعكاس لمكانته وذوقه وفلسفته في البناء. عمارة بتجمع بين الفخامة العملية والجمال الفني، عمارة بتعيش 100 سنة ولسه بتبهر الناس أو المرة لما يشوفوها. وهنا بيجي الاسم الأهم في الحكاية، وهو أنطونيو لاشايك بيك، واحد من أعظم المعماريين اللي اشتغلوا في مصر. كان كبير مهندسي القصور الخديوية، وصمم قصور للأمراء والبشوات، وكان عضو في لجنة